رمضان كريم عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا تمام. رجعنا لكم فيديو جديد ووصفة جديدة راح نسويها سويا انا وياكم. وصفتنا اليوم شوربة العدس ويا صاج الدجاج. اول شي حبايبي عندي زيت حامي، ضفت له بصل مقطع، وراح اضيف هسه عدس 3 كواب بدون تنقيع، بس غسلته وضفته وراح اظل اقلب بيه، وراح اضيف هسه المي لحد ما يغطيه، بس ما راح اضيف مي الشوربة كامل. من ينسلق عندي اضيف مي الشوربة الكامل. هسه حبايبي بعد ما انسلق عندي العدس راح اضيف الماء، مي الشوربة، راح انتظر لما يغلي. راح اضيف هنا أنا عندي شعرية او اندومي، انا ضفت الاندومي هو والتوابل مالته، شوية الطعام طيب للشوربة. هنا حبايبي بعد ما غلت راح اول ما تبدي تغلي راح اضيف عندي كبة مال الجريش، وهسه حبايبي راح انتظر عليها لما تستوي. هنا راح اضيف شوية كاري او كركم، راح اضيف الملح، وهذا هو. هنا حبايبي خلصت الشوربة مالتنا. هسه راح نبدي نسوي صاج الدجاج. هنا حبايبي زيت حامي راح اضيف اليه نص كيلو صدر دجاج مقطع مثل الشاورما، راح اضيف توابل، عندي كاري، عندي فلفل اسود، عندي بصل، راح اظل احمس فيه وتطلع هاي النتيجة. متوفر عندي هنا عندي فنجر، عندي شاورما دجاج، عندي خبز الصاج، عندي جبن موزاريلا، عندي مايونيز، وعندي صوص. راح نشكلها. اول شي راح اخلي المايونيز، وراح اخلي الشاورما بالصفحة مال الصاج، وبعدها اخلي شوية فنجر، وبعدها اخلي الصوص، واخلي الجبن، واخلي المخلل اذا عندكم، او خيار. ان شاء الله ما متوفر عندي فخلي ضفت الخيار. هسه حبايبي راح الفها ونخليها على صفحة حتى نكبسها. انا متوفرة عندي الكابسة، بس بالطاوة قلت اكبسها احسن اسرع. وهاي القطعة الثانية. وجبة خفيفة وسريعة وكلش طيبة. ان شاء الله جربوها وان شاء الله راح تعجبكم. شوية جبن موزاريلا، هاي القطعة الثالثة. هذه همينة راح اضيف المايونيز، شوية شاورما،
شوية فنجر وصوص وجبن موزاريلا وهذا هو. هسه حبايبي حميت الطاوة مالتنا وراح اكبس الصاج بالطاوة، اضغط عليها، وهاي كانت النتيجة. ولهنا حبايبي هذا كان الصاج مالتنا كلش طيب، وجبة كلش طيبة. اتمنى تجربوها وتعجبكم. وهاي شربة العدس هم خلصت، هم ان شاء الله تجربوها. لا تنسوا لهنا خلص الفيديو مالتنا، ولا تنسوا لايك واشتراك حتى تصعد قناتي، قناة أم محمد للطبخ العراقي. مع السلامة.